رحم الله عزيز نفس ذل، لو كاسر عيني هسكت، لما انت ولا اللي خلقك ولا اللي طرقك تكسر عيني. انا بقيت شحات، مش لاقي اكل ولا عارف اشتغل، لايفات التيك توك هي اللي بتجيب لي فلوس وعايش عليها. فادي خفاجة حالته النفسية تحت الصفر، وطلع اعلن افلاسه وشتم في الجمهور واخوه على الهوا علشان محتاج فلوس بعد ما لجأ لجولات التيك توك. تعالوا ما نقول لكم حكاية عمنا فادي. في الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا كلها ملهاش سيرة غير فادي خفاجة، اشهر وجه في فترة التسعينات والألفينات كمان. كبر معانا وحبيناه وهو حبنا، لكن دوام الحال من المحال، وتبدل الحال مع فادي تماماً، والطلب خف عليه، وزي نجوم كتير قعد في البيت وما بقاش بيمثل. لكن فادي معرفش يشوف شغلانة تانية غير التمثيل، علشان كده قرر يتجه للتيك توك، يطلع في لايفات يكسب منها هدايا ودولارات زي اللي بيعملوا كده. وامبارح كان في لايف منهم، وفي البداية كان متفاعل جدا مع الناس، وفجأة ملامحه اتغيرت واتعصب قوي، وبدأ يزعق ويشتم في الناس كلها بألفاظ خارجة ومش ظريفة، ويقول أنا ما يشرفنيش أبقى فاتح لايف هنا، أنا مكاني مش هنا، لكن أنا محتاج فلوس ومش لاقي شغل. يا مخرجين يا منتجين مصر، أنا مش لاقي شغل. لو العبد لله بعد العمر ده كله ما اشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة واربعة كمان، مين اللي هيشتغل يا ولاد المهنة يا ولاد الأصول؟ مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله. ووجه رسالة لنقيب المهن التمثيلية وقال له يا أشرف بيه يا زكي، انت راكبك حق. ويا ريتها جت على قد كده وبس. فادي كمان طلع غيران من اخواته علشان هم بيمثلوا وهو قاعد في البيت، ولما اخوه اتصل بيه على اللايف علشان يقول له يقفل وكفايه فضايح، رد عليه وقال له انت من امتى وقفت جنبي ولا نفعتني؟ في ايه نفعتني انت؟ اقفل وغور في داهيه، ده انت مش عارف تسدد اقساط عربيتك. وبدأ يعايره إنه هو كمان معهوش فلوس. بس الغيرة ظهرت عليه قوي علشان إخواته بيمثلوا أكتر منه رغم إنه هو أقدم منهم بكتير. الناس اتقسمت لفريقين كالعادة، أي ترند الناس فيه بتتقسم فيه الاتنين. نص كان شايف إنه فادي على حق طبعاً، والكل تعاطف معاه، خاصة لما جمع أعصابه وبدأ يتكلم بهدوء إنه كل اللي هو محتاجه إنه يشتغل وبس، وإنه زعلان على حاله علشان ظروفه بقت وحشة وزي الزفت. ومش بس كده، ده كمان قال إنه في فنان شاب تاني بيمر بنفس اللي هو بيمر بيه، وإنهم حرفياً مش لاقيين الجنيه، وناس تانية شايفة إنه كل اللي بيعمله ده مجرد ترند، خاصة يعني إنه مفيش حد هيطلع يشتم إخواته قدام الناس ويفضحوا الفضيحة دي كلها، وكل اللي عمله ده علشان الناس تتعاطف معاه وإنه يرجع يشتغل من تاني. بس الحقيقة الله أعلم. انتوا بقى ايه رأيكم في اللي فادي عمله واللي فادي وصل له؟ وهل شايفين انه فعلا موهوب ومظلوم ولا ايه حكايته؟